الفيديو ده هثبت لك هجوم خالد الغندور على عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وان هم دايما بيقول لك ان هم عاملين فيها احنا اللي بننبذ التعصب وان احنا اللي مش عارف ايه. لا، انا هثبت لك بالفيديو ده وبالفيديو ده، وهو ما بيقولش اسم اللي هو بيوجه له الكلام، لكن انا هجيب لك الفيديو ده والفيديو ده والفيديو اللي يثبت ان هو قصده على رئيس لجنة المسابقات الاستاذ عامر حسين. نسمع خالد الغندور الاول وبعدين نرجع نرد عليه تاني، وهجيب لكم الفيديو التاني. بس نعمل لايك وشير للفيديو عشان الناس تعرف حقيقة الناس دي، وان هي ما بتنبص تعصب، ده هي اللي بتعمل التعصب نفسه. يلا بينا نسمع خالد الغندور ونرجع نرد عليه تاني. يلا بينا. مش عايز اذكر مسؤولين بعينهم، يعني هم مسؤولين كبار في الكره المصريه، طلع عليهم تصريح سئلوا يعني، فقال لك الاهلي قرر انه ينسحب من مباراه المصري. تمام؟ فسئل احد المسؤولين الكبار يعني عن الكره المصريه، فقال لهم لا، الاهلي ما انسحبش، الاهلي اعتذر. واحد تاني قال لك لا، مفيش عقوبه على الاهلي وهيشارك السنه الجايه عادي. طب اسال سؤال والنبي يا ايهاب، هو ايه الفرق بين الانسحاب والاعتذار؟ يعني انا بتكلم جد، يعني مثلا الانسحاب الاعتذار ده ان واحد يعلن زي مثلا البطوله العربيه اللي جايه، فاهم قصدي؟ الاهلي مش بطل الدوري، ايوه، خد مثلا من الاتحاد العربي هياخد مثلا كارت ان هو يشارك رغم ان هو الثالث مثلا، فالراجل قال لك لا انا مش هشارك قبل القرعه، خلاص، فده اسمه اعتذار، ماشي. لكن انا وافقت وجبت مندوب راح حضر القرعه، فاهم قصدي؟ يعني راح حضر القرعه بتاعت البطوله وعارف هلاعب مين وعرفت ميعاد الماتش، فجاه اطهر الطاهر ضيع ضربه جزاء يعني فاهم؟ فبعد ما اطهر الطاهر ضيع ضربه جزاء قال لك لا، ده انا عندي بعديها 4 ماتشات مش هلعب يوم 27. فتقال له طب ما انت هتلعب ما هو المنتخب هيلعب يوم 28، يعني المنتخب هيلعب بعديك بيوم، يعني انت لو عايز اجهاد ما هو لعيبتك هتلعب يوم 28 ماتش رسمي. فقال لك لا انا مش هلعب الماتش ده. فطلع المسؤولين يقول لك لا ده مش انسحاب، ده اعتذار. انا مش فاهم ايه يعني ايه انسحاب واعتذار؟ مش دي بطوله رسميه؟ مش بطوله تحت بوتقه رابطه الانديه اللي بتضم الدوري وكاس الرابطه زي الدوري الانجليزي، وعندنا كاس مصر تحت بوتقه الاتحاد الكره المصري؟ أيوة. ولا انا غلطان؟ صح. طب اما يجي نادي يبقى موجود ويخش القرعه ويعرف ميعاد ماتشه وما يلعبش الماتش، مفيش عقوبه؟ يبقى اعتذار مش انسحاب؟ يعني انا مش فاهم. وايه الفرق؟ يعني ايه الفرق في اللفظ مثلا؟ ايه هم الاعتذار ده هيخليهم ما يعملوش عقوبه مثلا على الاهلي، لو الانسحاب لازم يعملوا عقوبه؟ بص، هو انا قلت لك حاجه غريبه والله. لا، هو مش غريبه. غريبه ليه؟ يعني انت يعني ما تستغربش، لا، هو الاهلي اقوى من اتحاد الكوره، اللي تتكيف الكلمات وتتكيف العبارات وتتكيف على اي حاجه النادي الاهلي طرف فيها. انت شاركت في القرعه فانت كده انسحبت، ما شاركتش في القرعه يبقى انت من الاول بعتوا. بعد ما سمعنا خالد الغندور وبعد ما سمعنا كلامه وطريقة تهجمه على الأستاذ عامر حسين، أنا عايز أوصل لك بس عزيزي المشاهد إن خالد الغندور هو صاحب الفتنة في مصر، وإن هو دايما بيحول الفتنة على الجمهور. بص، أنا مش عايز أتكلم كتير، بس أسمعك الأول الأستاذ عامر حسين مع محمد شبانة وهو بيقول ان النادي الاهلي اعتذر وما انسحبش. احنا مش قصه اعتذر او انسحب، لا، انا عايز اوصل لك ان هو خالد الغندور بيوجه الكلام لعامر حسين في الفيديو اللي انا سمعته لك من شويه. فانا اسمع فيديو بتاع عامر حسين مع محمد شبانه وبعدين هنرجع نرد عليه براينا احنا الشخصي. اسمع الفيديو وبعدين نرجع نرد عليه تاني. يلا بينا. قال لك ان اهلاوي قال لك طفيت التلفزيون بتمنى البنالتي، يبقى هو اللي دعا، يعني هو اللي خلص. هو اللي خلص السؤال دوت وخلاص، كنت يعني خرجته من خد بالك، هو اللي خلص على قطر الطاهر كده، يعني واضح ان هو قبل ما يطفي التلفزيون دعا يعني او قرا مثلا سوره الاخلاص بتاعه وخلص عليه حاج عامر، يعني الاهلي انسحب من كاس الرابطه. اعتذر مش انسحب. انسحب يعني؟ لا، اعتذر. لا، انسحب. يعني فرقه في اللفظ، يعني اخف.
كلفظ اخف، لكن ده اعتذار اخف. لكن في الاصل ده في قوانين ومواد كرة القدم اسمه انسحاب، مظبوط كده؟ تمام. اتفاجئنا انه اي حد يقدر ما يشاركش في كاس الرابطة. يعني الموقف الاهلي عام. طب انا كده وضحت لكم كل حاجه يا جماعه، ووضحت لكم بالفيديو ان خالد الغندور صاحب الفتنه وصاحب التهجم على، يعني ده رئيس لجنه المسابقات، ده اللي بيدير، ده اللي يعني بص، انتوا بقيتوا بتهاجموا اي حد، القناه بتاعتكم دي بقت عامله زي الشوكه في الزور لاي حد في بيدير بقى، سواء في اتحاد كوره، سواء لجنه حكام، سواء في اي حته، انتوا بقيتوا بتهاجموا اي حد. على فكره يا جماعه، انت مسؤول ان انت تعمل لايك. عايزين الكلام ده والفيديوهات دي توصل للمسؤولين عشان ياخدوا قرار مع الناس دي، يعملوا حاجه مع الناس دي. في بعض الناس ما بتاخدش بالكلام ده، لكن انا اثبتت لك بالفيديوهات. انا طبعا بجيب لك صوره بس ده صوتهم عشان خاطر حقوق الطبع والنشر والكلام من ده. انا بقول لك ان الكلام ده موجود وخالد الغندور قاله، والكلام التاني موجود عامر حسين مع محمد شبانه. ده المجمل واللي حصل النهارده. انا بقول لك ان النادي الاهلي اعتذر وما انسحبش. انت لو انت عندك في الفريق بتاعك كام لاعب بيلعب في المنتخب الاولمبي وكام لاعب بيلعب في منتخب الاول، هتلعب بمين؟ ما تقوليش اجهاد. هي مش قصه اجهاد، هي قصه ان ما فيش لعيبه اصلا العب بيها. هروح العب فرقه زي المصري، هجيب له مثلا يعني ناس من ال 18 سنه او 17 سنه، هبص الاقي ان الناس دي بتخسر 3 و4. ليه؟ انا ليه اجيب فرقه يعني بتاريخ النادي الاهلي ابص الاقي نفسي بخسر 3؟ خلاص يا عم، خلاص يابا، معذرة يا جماعه. يعني اهو ادي احنا في قريه، معلش اديكوا شايفين الاصوات، والواحد بيبيع حديد قديم، حاجات قديمه، مش هقصها برضك من الفيديو. انتوا حبايب قلبي عادي، مفيش اي مشكله. زي ما وضحت لكم كده يا جدعان، عشان بس نكون في الصوره، ان موضوع خالد الغندور ده خلاص بقى، انت بقيت مهروش قوي. حتى من يومين بيقول ان هو يعني الزملكاويه اللي جابوا اهداف المنتخب دي بتنبذ التعصب، دي ما تنبص التعصب. يعني انت عايز تفهم الناس ايه؟ طب ما احنا عارفين ان زيزو ماشي زملكاوي، عارفينه. طارق حامد عارفين ان هو كان في الزمالك، ما علينا. ايه دخل صلاح ومرموش؟ عايز توضح للناس ان مرموش وصلاح زملكاويه؟ يعني انا عايز افهم بس، يعني مرموش وصلاح زملكاويه؟ طب ما محمد صلاح اتعرض على الزمالك وما قالك لا يصلح. ايه يا باسة محلي، اللي بتجيب كلام ما حدش عارفه. شكرا لكل الناس، ما تنساش اللايك، مسؤوليتك انت عشان خاطر الفيديو ده يوصل لكل الناس. شكرا لكل الناس، ولو عايز تشترك معنا في القناة عشان تعرف احنا يعني بنجيب لك حقيقة الناس دي وبنوضح لك كل حاجة بالفيديوهات. شكرا لكل الناس، حبايب قلبي.